بيبدأ الفيلم بزوجين شباب لسه ناقلين لشقتهم الجديدة، وبنشوف الزوج اللي اسمه روب وهو بيطلع شوية كراتين لشقتهم الجديدة. فبتتكلم معاه مراته اللي اسمها جيل وبتقوله على تلاجة قديمة وشكلها غريب موجودة في ركن في الشقة، وإن صاحب البيت سابها وما أخدهاش معاه. فبيروح روب يبص على التلاجة وبتعجبه جدا، وبيلاحظ إن الموتور بتاعها موجود فوق مش تحت زي التلاجات الجديدة بتاعت الأيام دي. وبيقول لمراته إن الهواء السخن دايما بيطلع لفوق، فمش منطقي إن الموتور يكون تحت علشان الهواء السخن اللي بيطلعه هيسخن التلاجة. لكن جيل ما بتكونش مركزة معاه أصلا وبتهز راسها وبتوافقه على كلامه وخلاص. وبعدها بتجيب جيل إزازة نبيذ وبتسأل جوزها لو حابب يشرب معاها، فبيفرح روب جدا وبيفتح التلاجة القديمة دي علشان يجيب تلج، لكن بيتفاجئ إن الفريزر مليان تلج متراكم، بس بيقدر بالعافية يطلع مكعب تلج صغير. وبعدها بيصبوا المشروب وبيحتفلوا بحياتهم الجديدة سوا. لكن قبل ما روب يشرب بيلاحظ إن في حاجة غريبة جوه مكعب التلج اللي جابه، فبيطلعه روب من الكوباية وبيوريه لجيل، وبيطلب منها تركز وتقول له إيه اللي جوه مكعب التلج ده. فبتبص جيل وبتقرب منه وبتتفاجئ هي كمان زي جوزها، وعلشان تتأكد من اللي شافته بتروح تجيب عدسة مكبرة علشان تفحص مكعب التلج ده كويس. وبتكون المفاجأة إنهم بيلاقوا جواه فيل ماموس صغير جدا ومضروب فيه رماح صغيرة. فبتستغرب جيل وبتقول يمكن في حاجات تانية من دي جوه الفريزر. فبتفتح الفريزر وبتبدأ تطلع الكراكيب اللي جواه بسرعة، لكنها بتنصدم من المنظر اللي بتشوفه. فبيقرب روب وبيبص هو كمان وبيقول لمراته إن في حضارة مفقودة عايشة جوه التلاجة بتاعتهم. وفعلا بيكون الفريزر جواه مدينة كاملة شغالة من العصور الوسطى، بس بحجم مصغر جدا، وكل حاجة جوه بتتحرك بسرعة رهيبة. والناس الصغيرين دول عايشين يومهم عادي جدا ومش حاسين بالعملاقين اللي باصين عليهم. فبتكون جيل مش مصدقة عينيها وبتقول إن اللي بيحصل ده مش منطقي، وروب بيوافقها على كلامها. فبتوضح له جيل إن اللي هم شايفينه ده مدينة من العصور الوسطى المبكرة، في حين إن فيلة الماموس انقرضت في أواخر العصر الحجري الحديث. فبيهز روب كتفه وبيوافقها على كلامها وخلاص علشان يداري جهله بالمعلومات دي. وبعدها بياخد روب فيل الماموس المتجمد ده وبيدفنه في قصرة زرع فيها طينة، وبيكون باين على روب إنه زعلان عليه. فبتحاول جيل تلطف الجو وبتقوله إن الماموس ده أكيد هيكون سماد كويس للزرع. وبعدها الفضول بياكلهم هما الاتنين وبيروحوا يفتحوا الفريزر علشان يبصوا تاني، لكن بيتفاجئوا إن كل حاجة اتغيرت بشكل جذري، والمدينة اللي كانت من العصور الوسطى اتحولت لمدينة حديثة في فترة الثورة الصناعية، وبقى فيها مصانع وسكك حديد مبنية، ودخان المصانع مغطي السما بتاعة الفريزر. فبيستغربوا هما الاتنين لأنهم ما غابوش عن الفريزر غير 10 دقايق بس، لكن بالنسبة للناس الصغيرين دول في عقود وسنين كتير عدت. فهنا جيل بتستنتج وبتقول إن الوقت بيمشي بسرعات مختلفة جوه الفريزر. ولما بيشوفوا الثورة الصناعية بتعدي قدامهم بالسرعة دي بيزعل روب وبيقول إنه كان نفسه يشوف فترة عصر النهضة بس فاتتهم. وبعدها بيلاحظ روب 2 رجالة صغيرين قاعدين جنب مبنى لسه بيتبني، فبيسأل مراته تفتكري الناس دي شايفانا آلهة؟ لكن في الحقيقة الرجالة الصغيرين دول بيكونوا بيضحكوا عليهم وشايفينهم مجرد وشوش غريبة ومخيفة في السماء بتبص على مدينتهم. لدرجة إن واحد من الرجالة دول بيقول لصاحبه إنه زهق من منظر حتة البروكلي اللي لازقة في سنان جيل، وفي ثواني بتتبني مباني حديثة جدا. وبيلاحظ روب حاجات بتطير في الجو، فبتوضح له جيل إن دي طيارات. ولما ناطحات السحاب بتتبني وتكتر بتقول جيل إن الناس الصغيرين دول شكلهم كده وصلوا للوقت الحاضر بتاعنا. فبيأكد روب على كلامها لما بيلمح فرع الستاربكس وبيقول لها إن القهوة دي ليها فروع في كل حتة فعلا. لكن في اللحظة دي بيلاحظ روب حاجة غريبة فبيقرب وشه علشان يركز أكتر، وفجأة بينزل صاروخ في نص المدينة وبينفجر. والانفجار ده بيعمي عين روب وبيخليه يرجع لورا ويقع على الأرض. فبتجري جيل عليه وبتساعده يقف وبتطلب منه يهدى، لكن روب بيكون مرعوب وبيقول لها إن في قنابل نووية تكتيكية بتنفجر جوه الفريزر بتاعهم، وبيكون وش روب أحمر زي الطماطم. فبتحاول جيل تمسك نفسها من الضحك بالعافية، وفي الوقت اللي الفريزر عمال ينفجر فيه بقنابل نووية ضخمة بتجيب جيل محمصة عيش بتلمع وبتديها لجوزها علشان يبص فيها ويشوف ازاي حرارة الانفجار خلت وشه يحمر ويلتهب بالشكل ده. فبيتوجع روب من وشه، لكنه بيلاحظ ان الوضع جوه الفريزر بقى أسوأ بكتير. وبيفضلوا هما الاتنين باصين للفريزر وسامعين أصوات صريخ وضرب نار وانفجارات. فهنا جيل بتقفل باب الفريزر وبتقوله ان الناس دي مستحيل يبطلوا حروب ويتغيروا في كام دقيقة. فبيسألها روب وهم المفروض يعملوا ايه دلوقتي، فبترد عليه جيل وبتقوله انهم يطلبوا بيتزا.
وبيجي الليل وبيكون الزوجين قاعدين بياكلوا البيتزا بتاعتهم ومستنيين الوضع جوه يهدى. وبعد ما بتعدي ساعة بيقترح روب انهم يروحوا يبصوا على الفريزر تاني، وبيكون عنده امل ان الناس الصغيرين دول يكونوا لحقوا يبنوا مدينتهم من تاني. لكن جيل بتتكلم معاه بالراحة وبتقوله انهم لازم يتقبلوا فكرة ان الناس دي ممكن يكونوا ماتوا وانتهوا خلاص. ورغم كده بيروح روب للفريزر وبيفتحوا، لكن بيتفاجئوا هما الاتنين ان الفريزر منور بمدن مضيئة وعربيات بتطير. فبتقول جيل ان المكان بقى شبه مدينة الزمرد بس على احدث ومليان اجهزة مستقبلية. ولما روب بيشوف المنظر ده بيفرح جدا وبينبهر بجمال كل حاجة جوه. وفجأة بيظهر مبنى كبير قدامهم، فبيهزر روب وبيقول ان شكله غريب. وفي اللحظة دي كل حاجة بتتطور بسرعة، وبيظهر هرم ضخم جدا في نص المدينة المستقبلية دي، وبيفضل ينور جامد وبيسحب الطاقة من الكباري اللي متوصلة بيه. وبعدها بيتحول لقلعة على شكل ماسة، وبتبدأ القلعة دي تبتلع المدينة كلها لحد ما بتنفجر وبتتحول لكرة من الطاقة. والطاقة المهولة دي بتنفجر زي النجم، وبتبدأ خطوط من النور تخرج وتطير في كل حتة في المطبخ حوالين روب وجيل، وبتنور الشقة بتاعتهم كلها. وهما الاتنين بيكونوا مبهورين ومسحورين بالنور العجيب ده. وبيكون واضح ان الناس الصغيرين دول قدروا يكتشفوا اسرار السفر عبر الزمان والمكان. وبعدها بترجع كل خطوط النور دي للفريزر تاني، وبتتجمع في شكل كورة وبتختفي تماما. وفي اللحظة دي الابتسامة بتختفي من على وش روب وجيل، وبيكونوا محتارين ومش فاهمين ايه اللي هم شافوه ده. فبيسأل روب لو الناس الصغيرين دول ممكن يرجعوا تاني، لكن جيل بتقوله ان ده احتمال ضعيف جدا. وعلشان كده روب بيروح يشيل فيشة التلاجة وهو حزين، وكأنه بيتقبل فكرة ان الناس الصغيرين دول مش هيرجعوا ابدا. ولما جيل بتحس ان روب اتعلق بيهم وزعلان عليهم، بتاخده في حضنها علشان تواسيه وتخفف عنه. وبعدها بتقفل باب الفريزر وبتقول ان اليوم ده كده خلص وهيروحوا يناموا. وتاني يوم الصبح بيصب روب القهوة وبيدي كوباية لمراته جيل، ومن غير ما يتكلموا مع بعض ولا كلمة. وبيفضلوا هما الاتنين يفكروا في الحضارة الصغيرة اللي كانت جوه الفريزر بتاعهم، بسبب انهم كان عندهم امل بسيط ان الناس الصغيرين دول يكونوا لسه عايشين. فبيروحوا يفتحوا الفريزر تاني، بس بيتفاجئوا ان في ضباب بارد بيخرج منه رغم انهم شايلين الفيشة. ولما بيبصوا جوه بيشوفوا عصر جليدي جديد، وبنلاقي بشر بدائيين بياكلوا في جثة ديناصور ضخم. وبيكون واضح ان الحياة جوه الفريزر بدأت من الصفر تاني ورجعت لعصر الديناصورات. وفجأة بيسمعوا صوت زئير عالي بيرعب البشر البدائيين دول، وبيعرفوا ان في ديناصور تي ريكس مرعب بيهاجمهم. فبيطلعوا يجروا بسرعة، لكن الديناصور بيمسك واحد فيهم وبياكله بسنانه. واخر واحد من البشر دول بيقع على الارض، والديناصور بيقرب منه وبيهجم عليه علشان ياكله. وروب بيقول ان الفريزر ده عامل زي يكون مصغر بيوريك ازاي الحياة بتتطور لحد ما بتخرج بره حدود الواقع. وروب بيقول ان اكيد الفريزر ده بيعرض نهاية العالم بتاعهم، لكن ممكن برضو يكون معناه ان البشر الصغيرين دول لقوا بعد تاني يعيشوا فيه. ومحدش عارف العملية دي اتكررت كام مرة جوه الفريزر القديم ده، ولا اذا كانت كل مرة بتحصل بنفس الطريقة ولا لا. وممكن يكونوا أصحاب البيت القدام شافوا الحياة وهي بتزدهر وبتموت قدامهم كذا مرة لحد ما زهقوا منها، وعلشان كده سابوا التلاجة العجيبة دي ومشيوا. وبنشوف قطيع من الأفيال ماشيين في حقل، لكن الحقل ده بيكون موجود على ترابيزة في نص مكتب بتاع راجل غامض. وبنعرف إن الراجل العجوز ده هو اللي خالق الكون ده والعياذ بالله من وجهة نظر المؤلف الكافر بتاع الفيلم. وحابب أوضح إن الفيلم ده مجرد خيال علمي مش أكتر. والراجل العجوز ما بيكونش مهتم بيهم خالص، لأنه بيكون مشغول في قراية كتاب في إيده. فبيسأله الخادم بتاعه اللي اسمه جيفري عن رأيه في الكتاب، فبيقول له الراجل العجوز إن الكتاب ده معقد وتقني بزيادة، وبيعرفه إنه بيفضل الفوضى أكتر. لكنه بيقول له برضه إنه عجبه وصفة جوه الكتاب بتشرح إزاي تعمل ثقب أسود. وبعدها بيلف الراجل العجوز وشه وبيبص للعالم المصغر بتاعه، وبيفضل يضحك على راجل صغير عمال يحك عودين خشب في بعض. وفجأة الراجل البدائي ده بيقدر يكتشف النار ويولعها. فهنا الراجل العجوز بيتعصب جدا وبيغضب، وبيشتكي وبيقول انه ما ادلهمش الاذن علشان يعملوا كده، لان هو اللي المفروض يديهم النار دي. فبيوضح له الخادم جيفري ان الزمن اللي هما فيه دلوقتي سابق ب200,000 سنة عن الوقت اللي المفروض يكتشفوا فيه النار. وبسبب كده بيأمر الراجل العجوز خادمه جيفري انه يطفي النار دي. فبيروح الخادم وبينفخ على الترابيزة وبيعمل رياح بتطفي النار بتاعتهم. ورغم كده الراجل العجوز بيكون لسه متضايق، فبيأمر جيفري انه يرجعهم للكهوف بتاعتهم تاني.
فبينفذ الخادم أوامره بيخلي الأفيال تهجم وتجري ورا البشر دول، فبيضطروا يهربوا ويستخبوا جوه الكهوف. وبعد ما بيعمل كده بيكون الراجل العجوز لسه متعصب من اللي حصل، فبيخطط إنه يصغر حجم عقول الكائنات الصغيرة دي علشان يمنعهم من إنهم ياخدوا قرارات بنفسهم. ومفيش وقت طويل بيعدي وبيخرج البشر البدائيين دول من الكهف تاني علشان يعملوا رقصة المطر، فبيفكروا جيفري إنهم لسه ما قفلوش الجفاف من عندهم، فبيأمر الراجل العجوز خادمه إنه يرش شوية مية على الكائنات الصغيرة العطشانة دي. فبينفذ جيفري الأوامر وهو مبسوط، وبيرش مية على الترابيزة فبتنزل المطر على الحقل بتاعهم. وبيقول جيفري إن الإله بتاعهم رحيم لما بيشوف البشر البدائيين دول فرحانين وبيرقصوا، وبيفضل الراجل العجوز يضحك لما بيشوف حماسهم وفرحتهم، فبيأمر خادمه المخلص إنه يرش مية كمان. ولما جيفري بيعمل كده بتبدأ نباتات جديدة تطلع وتكبر في الحقل الصغير بتاعهم. وفي النهاية بيحس الراجل العجوز إنه اكتفى من اللعب والتسلية دي، فبيأمر جيفري إنه ينزل عليهم الطاعون. فبيتردد الخادم في الأول، لكن الراجل العجوز بيكون مصمم إنه ينهي اللعبة الصغيرة دي، وما بيكونش قدام جيفري أي حل تاني. فبيفتح صندوق أثري قديم وبيطلع منه إزازة شكلها غريب وبملامح كلها زعل، بيرش جيفري من الإزازة دي على البشر البدائيين، وواحد ورا التاني بيقعوا على الأرض وبياخدوا أنفاسهم الأخيرة وبيموتوا. والراجل العجوز بيفضل باصص عليهم من ورا كتابه، وبعدها بيرجع يكمل قراية في الكتاب بتاعه ببرود تام. فروب وجيل كانوا بيتفرجوا على الحياة وهي بتكبر وتموت من غير ما يتدخلوا، لكن كان عندهم تعاطف مع الحضارات اللي شافوها. لكن على الناحية التانية الفيلم التاني بيعرض إله متدخل في كل حاجة بس قاسي وما عندوش أي مشاعر تجاه الكائنات اللي على الترابيزة بتاعته، وبيعتبرهم مجرد وسيلة للتسلية يقدر ينهيها ويقفلها في أي وقت هو عاوزه. وهنا نكون وصلنا لنهاية الفيلم، ولو عجبكم الفيلم ما تنسوش تشتركوا في القناة وتعملوا لايك للفيديو، ونشوفكم الملخص اللي جاي. سلام.